زمان وانا صغير لسه في الكلية، وكنت في مدينة جنب المحافظة اللي فيها جامعتي. ولما وقتها في جيلنا ما كانش فيه نت ولا الكلام ده، كان الكلام ده مثلا في 2006 ولا حاجة. وكان مصدر معلوماتك من صاحب ليك ومتعرفش مصدر معلوماتي ده جاي منين. صاحبي ده نصحني وقتها او عرفني اداني معلومة وكنت بسمع له دايما. قال لي انت لما تتخرج من الكلية هتتعين، وبعد كده هتفتح عيادة وتتجوز، وروتين حياتك هيمشي كالآتي: شغل الصبح، ترجع تتغدى تنام شوية، تروح شغل العيادة بعد العصر وتنام، وتاني يوم تعمل نفس القصة. يعني هتعيش في دوامة. السلام عليكم، أنا دكتور محمد يسري ودي قناة إداري أسنان. هنتكلم مع حضراتكم النهاردة عن 10 حاجات أو 10 نصايح أو 10 طرق ممكن تخرج فيهم من الدوامة دي. بداية صديقي اللي كلمتكم عنه في أول الفيديو، فعلا لما اتخرج دي كانت حياته. فعلا حاجة مرعبة جدا. انت بعد فترة من عمرك بتلاقي نفسك ما بتعملش اي حاجة. هو كان المخرج بتاعه الوحيد كل يوم، او اللي بيخرجه من الدوامة، ان هو يقابل اصحابه بالليل على الكافتيريا. طب دي حياة؟ ده وضع انت تبقى مبسوط بيه؟ يوميا نفس الروتين، ما فيش اي جديد. كل يوم بتصحى الصبح تروح الشغل، ترجع من الشغل تتغدى تنام، تصحى تروح العيادة، وبعد العيادة تيجي ترجع عشان تتعشى وتنام، وتاني يوم تعمل نفس الموضوع بنفس التكرار بنفس الروتين الممل. بعد عمر من حياتك بتقول وانا عمري ضاع في ايه؟ شغل بس. لذلك انا اتاثرت بصاحبي ده جدا، وشفت ان الوضع ده سيء جدا. حتى انا اتاخرت في فتح العياده الخوف من الموضوع ده، وقلت يا نهار ابيض، وانا هكمل على كده؟ هو ايه الحياه المرعبه دي؟ ايه الحياه الغريبه اللي هي روتينها ممل وساذج وصعب جدا اي حد يتحمله؟ اللي هو ببساطه جدا تحس انك مربوط في ساقيه. عفوا في اللفظ، يعني مربوط في ساقيه. اما انك بتدور على شغل وكل يوم بتعمل نفس الموضوع، انك بتدور على شغل، او بتتعلم عشان توصل لحاجه معينه، او انت فعلا في الدوامه، في قلب الدوامه ديت، وماشي في الروتين اللي قلت عليه في الاول. فبالتالي في كلا الحالات حياتك روتينيه ممله واقفه، دوامه مش عارف تخرج منها. هنخش في الموضوع على طول، هنتكلم عن نقطه معانا رقم 1. اول حاجه معانا، دور على هوايه. ايوه بالظبط زي ما بقول لك كده. لو تفتكر وانت صغير كنت بتقول انا نفسي لما اكبر اركب خيل، انا نفسي لما اكبر اتعلم بيانو او جيتار او اي آلة موسيقية انت بتحب تعزف عليها. حاجة كان نفسك تعملها، حاجة وانت طفل فعلا كان عندك حلم وشايف مفيش حدود للحلم ده. الاطفال دايما احلامهم جميلة، احلامهم ملهاش حدود، شايف ان هو يقدر يحققها. طيب هتقول ما انا ما عنديش وقت اعمل الكلام ده. نفسي فعلا وما عنديش وقت وما اعرفش اروح فين. هنقول لك ده دلوقتي. انا عايزك تسيب نفسك خالص وتقفل كل الحاجات اللي بتشغلك، وتحط في دماغك كده بس: لو انا عندي وقت. فكر بحرية وانطلاق بدون قيود. قول كده، اسرح كده بخيالك، قول انا لو كان عندي وقت كان ممكن اعمل ايه. هتلاقي نفسك فعلا طلع لك الافكار الجميلة، الهوايات الحلوة اللي كان نفسك تعملها. هتقول يا انا نفسي فعلا لو كان عندي وقت رحت اتعلمت ركوب الخيل، اتعلمت سباحة. لو حضرتك طبيبة مثلا وكان عندك هواية تعملي اعمال يدويه هاند ميد معينه، تبقي مبسوطه تفتخري بيها، تطلع منتوجاتها قدامك كده تمسكيها بايدك. المهم اسرحوا، اطلقوا العنان وما تسيبوش حدود لاحلامكم. لان وقتها لو انت حددت نفسك هتحط الف سور علشان تتخطاها، بالتالي مش هتعمل حاجه ومش هتنطلق. فالافضل انك تعمل زي الاطفال كده، ما تحطش حدود. الطفل، لو عندك طفل أو طفل في بيتكم او في اسرتكم، اساله عايز تطلع ايه او عايز نفسك تعمل ايه، هيقول لك اللي في نفسه من غير ما يحط حدود لاي حاجه. نفس الفكره، انت عامل كده. اتعامل بعقليه الطفل، بمعنى فكر في الحاجات اللي كان وقت ما كانش معاك فلوس بس معاك وقت كان نفسك تعملها. بعد ما فكرت في الحاجه اكتبها. لازم تكتب، مش مجرد انك تفكر. ممكن الفكره اول ما يجي لك اي شاغل او حاجه تشغلك تتبخر على طول.
فبالتالي لازم تكتب افكار، اكتب في اي حاجه ان شاء الله على نوت على الموبايل او ورقه وقلم. بعد كده ابدا اكتب على جوجل، ابحث ودور عنها. دور اقدر اتعلم ازاي، ابدا بايه. دور في محيط المكان اللي انت قاعد فيه. يعني ببساطه ممكن تلاقي حواليك بس انت مش واخد بالك مكان بيعلم ركوب خيل. لو انت في مدينه صغيره هتلاقي في المدينه اللي في المحافظه اللي انت فيها مكان بيعلم ركوب خيل، تلاقي مكان بيعلم بيانو او آلات موسيقيه. طب دي نقطة الحاجة اللي أنا نفسي أتعلمها. أجيب وقت منين؟ أنا ما عنديش وقت يا دكتور. أنا بصراحة يا دوبك زي ما أنت قلت ماشي في ساقية، مربوط في ساقية. أنا يا إما بتعلم يا إما بشتغل يا إما بدور على شغل، فمش فايق أصلا الكلام ده. هتعمل تايم تراكنج وتعمل تتبع لوقتك طول اليوم، شوف وقت بيضيع قد إيه على الموبايل. وممكن أسيب لحضراتكم لينك التطبيق بيعرفك وقتك ضايع على السوشيال ميديا قد ايه. حطه قدامك كده بس على سكرين، زي ما هوريك حضراتكم على الشاشه دلوقتي. هتحطه على السكرين الرئيسيه، هيدي لك فكره انت قاعد قد ايه على فيسبوك، انستجرام، يوتيوب. تحس ان بخطر. ده انا فعلا بقالي كتير، بقالي ساعه على الفيسبوك ملهاش اي لازمه. الساعه دي كان ممكن اروح اتعلم فيها هوايه جديده، ممكن اروح امارس فيها حاجه كان نفسي اعملها. كان ممكن اروح اتعلم حاجه من زمان كان نفسي اعملها وانا صغير. بس انت عمال تقلب في السوشيال ميديا وفيسبوك وانستجرام وبتتابع ناس هم مش شايفينك اساسا ومش واخدين بالهم ان انت بتتابعهم. فبالتالي انت مسؤول عن ده، مسؤول ان انت تسعد نفسك. مفيش حد هيدور على سعادتك. هتلاقي وقت زي ما قلت لك. حدد الاوقات اللي انت بتضيعها. بتصحى متاخر من النوم، اكيد عندك ايام مش كل يوم انت موجود في الشغل الحكومي، ففي ايام مثلا مقسم على مع زمايلك العمل، ففي عندك ايام انت فعلا فاضي فيها. مش لازم تنام، مش كل يوم نوم. مش لازم اليوم اللي انت حاسس فيه انك مريح هنام فيه النهارده. بالعكس، اخرج اعمل هواية كان نفسك فيها وانت صغير، هتفرق معاك جدا. تاني حاجة ممكن تعملها هي القراية. القراية مهمة جدا. القراية بتفرق مع الدماغ. القراية ديت زي ما انت بتروح تلعب رياضة، ولا نتكلم عليها في النقطة اللي جاية. الرياضة بتمرن عضلات الجسم، فالقراية بتمرن المخ. يعني ايه بتمرن المخ؟ يعني ممكن المخ يشيل اثقال؟ لا طبعا. انا قصدي اقول لك بتنشط المخ، بتخليه شغال. انا بدأت قراية للأسف من 2017 بس. قبل كده ما كنتش بقرأ خالص. ليه؟ كنت يعني حاسس القراية دي مذاكرة. كل واحد كان متعقد من المذاكرة، وكنت حاسس ان نظام التعليم عندنا بيخليني يضغط عليا ان انا القراية بتساوي مذاكرة. فبالتالي كان عقلي بيهرب من موضوع القراية ده خالص، وحاسس ان انا هقرا كتب معقدة وحاجات تقيلة. وحتى لو ما كان والدي بيديني حاجة أقرأها، سواء كتب دينية أو غير كده، كنت بهرب منها على طول لأني حاسس إن أنا كده بذاكر. لذلك مش عايزك تعقد نفسك وتحط القراية ديت حاجز كبير أو عائق كبير قدامك، وتحط كتب تقيلة وتقول بقى أقرأ متون ولا أقرأ حاجات مراجع تقيلة، أو هقرأ مثلا روايات طويلة، أو هقرأ أي حاجة تكون تقيلة على نفسي. ابدأ ببساطة جدا زي ما أنا عملت كده. وقتها بدأت بروايات ظريفة صغيرة. المهم حاجة تعودك على عادة القراية. أنا بدأت بروايات بسيطة جدا، حاجات جميلة. ممكن أسيب لحضراتكم ترشيحاتها في المقال اللي في وصف الفيديو. كتب بسيطة، هي روايات صغيرة وبسيطة، ممكن تكون يعني أنت شايفها تافهة كمان، بس هي بتخليك بس تثبت على القراية، بتخليك تحط قدامك إن أنت هتقرأ. يعني أنا مثلا بدأت برواية جميلة اسمها أرض زيكولا، وبدأت أقرأ. فعلا لقيت نفسي قالت القراية حلوة. بدأت أقول لا، طب ما أنا كنت حاطط حاجز ليه للقراية. بعد فترة بسيطة يعني رواية ورا رواية رواية، لقيت نفسي يعني بمل من الروايات وعايز أقرأ حاجات تقيلة. يعني أنا خلاص خدت يعني رتبت العادة بتاعت القراية، ولقيت نفسي حابب إن أنا أقرأ، والموضوع بالنسبة لي سهل والقراية جميلة خلاص. فببدأ أحط كتب تاني. بعد كده بقيت أقرأ في الإدارة، في كتب تطوير الذات. اقرأ في أي مجال أنت مهتم بيه، ممكن حتى لو مجالات لها علاقة بشغلك أو بمجال عملك. المهم تقرأ، المهم تنشط دماغك وتشغل دماغك. القراية فعلا بتملى الدماغ وتخليك بعد كده قادر انك تتكلم. يعني فوائدها كتير هنقولها دلوقتي. فالقراية بتنمي قدراتك العقلية فعلا. القراية بتخليك تفكر بمنطقية.
قادر انك تتكلم احسن من الاول. لو انت ما بتعرفش تتكلم كويس او بتخاف من مواجهة الناس، او ما بتقعد في مجموعة زي اغلبنا، زي ناس كتير ما بتقعد مثلا وسط تجمع او مجموعة ما يعرفش يعبر عن رأيه، ما بيعرفش يتكلم كويس، القراية بتسهل عليك الموضوع ده، لان انت بتحط مدخولات في دماغك، فبالتالي المخرجات بتبدأ لسانك يتحرك بيها. القراية بتخليك قادر تعبر عن اللي جواك بطلاقة بقدرة رهيبة جدا عن الأول. القراية بتخليك أكثر نضجا، أكثر تحكما في نفسك. لو أنت من الناس اللي بتغضب وبتثور، القراية تخليك هادي وأكثر تحكما في نفسك شوية عن الأول. لذلك يعني يكفي جدا يعني في موضوع، في النقطة بتاعت القراية ده، نقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالقراية أو بالقراءة يعني، فأكيد فوائدها عظيمة جدا. وطبعا أفضل حاجة تقرأها طبعا كتاب ربنا القرآن الكريم، وده ما فوائده بلا حدود. يعني من أحسن الحاجات اللي ممكن تخرج بيها من مود الدوامة، وأفضل حاجة طبعا كتاب ربنا. النقطة رقم 3 معانا، واللي هي زي ما اتكلمنا عن إن القراية تمرين للمخ، فالرياضة هي تمرين للجسم. في نقطة الرياضة، مش هقول لك روح ادفع اشتراك الجيم وسيبه وبتروح أول أسبوع وبعد كده بتكسل باقي الشهر، وتروح عشان بعد كده تدفع الاشتراك تاني وخلاص ما بتروحش تاني. ده بيعملك حاجة من الكسل، لأن أنت متخيل إن أنت لما عشان تلعب رياضة يبقى لازم تعمل فورمة، عشان تلعب رياضة لازم تعمل عضلات وتعمل يعني جسم رهيب، يعني عشان ايه تحس ان انت كده فعلا جايب نتيجه. ما فيش حاجه بتيجي من وقت صغير، وما فيش حاجه بتتعمل من مده بسيطه. الموضوع صعب، فبالتالي مش مطلوب ان انت تعمل الحاجز الكبير ده. هي الرياضه هتبقى هابت عندك، تبقى عاده، بس عشان تبني العاده ده ما تحطش حواجز، سهلها. سهل النقطه دي خالص، سهل فكره ان انت تبني عاده جديده. يعني انت مثلا زي ما قلنا عايز تقرا او عايز تلعب رياضه، بالتالي سهل الموضوع خالص. زي ما قلنا في القرايه، ابدا بروايات صغيره بسيطه جدا، حاجه مسليه. نفس القصه في الرياضه، مش لازم تروح تدفع اشتراك الجيم وتدور على جيم بعيد الناس كلها بتروح عليه، اللي هو بس روح اشتراك زي ما قلنا اسبوع وترجع خلاص، ايه تنسى لغايه الاشتراك اللي بعده وهكذا. بس انت بس ريحت ضميرك ان انت دافع اشتراك جيم، اسمي انا مشترك في جيم. موضوع بسيط، 10 دقايق الصبح كل يوم قبل ما تنزل شغلك. لو بتصحى بدري شويه نص ساعه، اعمل لك هابت كده بسيطه جدا، سيمبلي 10 دقايق، شويه سويدي وضغط، بوش ابس كده بسيطه، بوش ابس بسيطه كده، حاجه بس لو مجرد هتجري في المكان، تعمل حركات زي اللي هنشوفها دي دلوقتي، مجرد ايه ابس اند داونز وكده، مجرد بس ايه بتحرك جسمك، بتحرك الدوره الدمويه. لو هتنزل يا سيدي، يعني انت ماشي مثلا خلاص يعني كسلت قوي عن العشر دقايق الصبح ديت قبل ما تنزل شغلك، اعمل حسابك مثلا ان انت يبقى من بيتك للمواصله او من بيتك للعربيه قبل ما تنزل الشغل خلي مسافه بعيده، او بعد كده لما توصل كمان بالعربيه او بالمواصله لشغلك خلي مسافه بين المواصله او العربيه لحد شغلك بعيد، بحيث انك تتمشى شويه حلوين. تتمشى ولو ربع ساعه الصبح من اول البيت للمواصله او العربيه، ومن المواصله او العربيه لحد الشغل. ونفس القصه وانت راجع اخر النهار لما تخلص شغلك، خلي برضو مسافه بين ركنه العربيه، طبعا لو انت مطمن يعني عليه. المشي جزء من الرياضه ما تستقلش بيه، عاده ممتازه لو عملتها يوميا. طبعا انت لو مش بتروح الشغل يوميا، في ايام زي ما قلنا الاطباء مقسمين شغلهم، فانت في عندك انك تلعب 10 دقائق الصبح زي ما قلنا سويدي او بوش ابس بسيطه كده، شويه رياضه تفك بيها جسمك. انت لو اكتب على اليوتيوب ازاي اعمل 10 دقائق سويدي الصبح، او اكتب على جوجل، هيدوك طرق كتير. موضوع بسيط وسهل ويكسر الحاجز النفسي للعاده، بالتالي هتلاقي نفسك اوتوماتيك لما بس تطبق العاده، اقعد على 20 30 يوم كده، هتلاقي نفسك اوتوماتيك الموضوع مش محتاج منك باور او قوه اراده ان انت تنفذه بعدين. فالرياضه ممتازه ومفيده جدا لجسمنا، وبالتالي ممتازه لعقلنا. زي ما قلنا اتكلمنا في نقطه بتاعت القراءه ان هي بتقوي العقل وبتخلي عندك قدره على التفكير المنطقي، فالرياضه هنا بتقوي قدرتك على التفكير الابداعي. هي بتديك ثقه في النفس، وانت رايح الشغل الصبح كده شميت اكسجين وطلعت ثاني اكسيد الكربون، انت مرنت عضلاتك، مرنت جسمك، حسيت ان انت واثق في نفسك قادر تشتغل.
النهارده وعندك ثقه تواجه المدير بتاعك وتقول له في مشكله عندي في شغل كذا، او عندي مشكله او غلط او خطا معين عايز اكلم مع حضرتك عليه، في فاكتور معين دوروا عليه على جوجل، اكتبوا في السيرش كده BDNF او برين درايفد نيوروتروفيك فاكتور. الفاكتور ده يعني بيبقى يسموه ساعات هرمون او زي الهرمونات كده، هو عامل مساعد او فاكتور ده كمان. ده بقى لما بتلعب رياضه او تعمل ورك اوتس بسيطه الصبح كده، لو حتى لمده 10 دقائق ربع ساعه، العقل بيفرز الهرمون ده وينظم السكر عندك، وبيساعد في العمليات التمثيل الغذائي او الميتابوليزم عندك في جسمك كويس، بيخلي واظب عليه يوميا. هتلاقي ده فعلا الهرمون ده او الفاكتور ده بيساعدك ان انت تظبط صحتك. يعني ناهيك عن فوائد الرياضه كتير، فده BDNF ده دور عليه وفوائده، هتلاقي فوائده كتير. كمان BDNF ده قوي الذاكره عندك، فالرياضه الصبح زي ما قلنا بتخلي عقلك يفرز BDNF ده، وده بيحسن الذاكره كمان عندك، كمان بيحافظ على الخلايا العصبيه وبيخليك اكثر قدره على التفكير الابداعي، لان انت طبعا الخلايا العصبيه بيقويها. طبعا ده غير ان الرياضه بتعمل تنشيط الدوره الدمويه للمخ وبتخلي العقل يشتغل افضل واحسن. فالعبوا رياضه كل يوم ولو حاجه بسيطه. زي ما قلنا احنا هنا بنبني هابت، والعاده مش محتاجه مننا ان احنا نحط حواجز. ابدا وخلاص. رابع حاجة مهمة وكويسة جدا تخرجك من الدوامة، تخليها هابت أسبوعية عندك، يعني كل أسبوع في الويك إند، اللي هي الخروجة الأسبوعية. الأجانب عندهم الخروجة الأسبوعية ديت في الويك إند شيء مقدس، ودي من الحاجات الحلوة إن ناخدها من الأجانب. ليه بناخد منهم الحاجات اللي بتضيعنا؟ خدوا الحاجات اللي بتفيدك. الخروجة الأسبوعية في الويك إند ده بيفرق معاك جدا. الويك إند أعرف كتير من زمايلي لغاية قبل ما يتجوز يفضل يخرج مع أصحابه، بعد الجواز خلاص كده كفايه. انا عندي الويك اند ده نوم في البيت، ماليش دعوه بقى. المدام والولاد عايزين يخرجوا يروحوا اي حته عند حماتي او عند اي حد، بس المهم مش عايز حد يزعجني. انا هنام النهارده، الويك اند يعني نوم. انا تعبان طول الاسبوع ولازم انام. بس خليني اقول لك حاجه، خلي بالك الخروجه الاسبوعيه ديت جرب كده تخليها عاده ليك انت، صدقني هتخرجك انت من المود. الويك اند ديت انت اللي محتاجها على فكره. اطفالك طبعا بيحبوا يخرجوا كده، لو خرجتهم كل يوم والله ما يزهقوا، بس انت اللي محتاج الخروجه دي، انت اللي عايز تخرج من المود مش هما. جرب تخليها هابت وعاده عندك كل اسبوع. يا سيدي اخرج ساعه اتنين مش مشكله، بعربيتك باي طريقه، المهم تتحرك من ان انت بس مجرد تنام. ما هو انت بتنام دي بتهرب، انت بتهرب من تعب الاسبوع وترجع تعمل ريفريشمنت، بس جسمك ارتاح لكن انت عقلك لسه مشغول. انت ريحت جسمك وعضلاتك فكت وحسيت ان انت ماشي هتاكل وترتاح كده شويه وتنام، بس انت وتبدا اسبوع، تيجي تبدا اسبوع تلاقي نفسك برضه اعصابك بايظه، يوه، وخايف تبدا من الاسبوع، خايف الاسبوع يبدا وخايف ان الاجازه تخلص اساسا. الويك اند بتاعك سواء هو يوم او يومين، فانت ريحت جسمك بس ما ريحتش عقلك، تفكيرك لسه شغال في الشغل. ما هو انت نايم في البيت شايل هم الشغل، ما فصلتش خالص، انت فصلت بس جسمانيا. وده اللي انت بتعمله كل يوم لما بتيجي تنام بالليل. انت بتنام 8 ساعات، تصحى الصبح تروح الشغل، فانت ريحت جسمك بس عقلك شغال، تشوف حتى مشاكل الشغل في الحلم كمان. فنصيحة، خلي الخروجة الأسبوعية ديت واجب مقدس، حاجة مقدسة كده أسبوعيا. أنا لازم أخرج، مش بس بغير جو لأولادي وأسرتي، حتى لو مش متجوز اخرج غير جو. واتجوزت طبعا الموضوع أهم وأولى ليك عشان تخرج أسرتك وتخرج نفسك أنت كمان من المود، تخرج عقلك، تشوف وجوه جديدة، تشوف مناظر جديدة، تشوف خضرة. اخرج بالنهار، بالليل يا سيدي زي ما انت عايز تخرج تاكل أكلة مختلفة في مكان مختلف. في نقطتين مهمين في موضوع الخروجة ديت أو الخروجة الأسبوعية، عايز أقول لحضرتك بس حاجتين مهمين. أولا هتقول انا مثلا انا راجل بحب اخرج مع اصحابي، بصراحه انا متجوز بس بحب اخرج مع اصحابي. كنت اعرف اصدقاء ليا يقولوا لي ان زوجاتنا بيقولوا مودنا ما بتغيرش الا لما نخرج مع اصحابنا ونرجع بالليل كده مرتاحين ودماغنا رايقه. يقول لك يا سيدي بخرج مع صاحبك تاني، هم نفسهم بيزقونا نخرج مع اصحابنا عشان دماغنا تروق ونفصل من المود. لذلك انا عايز اقول نقطتين مهمين جدا. اول حاجه، خلي جزء لاسرتك الاول، ولو اتبقى جزء من وقتك في الويك اند، مثلا الويك اند يومين ماشي لاصحابك، بس اسرتك اولا. بيسموها كواليتي تايم، الاجانب بيسموا ده كواليتي تايم، هو وقت العيله.
تاني نقطة مهمة، ما تنساش تكلم صديق أو صاحب ليك قديم كان معاك في فترة الجيش مثلا أو فترة الكلية. صدقني هتفرق معاه ومعاك. كلمه سيدي بالتليفون حتى لو انت مش هتقدر تقابله، هو في محافظة تانية أو بعيد عنك. مكالمة الأصدقاء القدام ديت بتفرق جدا في نفسيتنا، في نفسيتك انت بتتصل بيه أو بتكلمه، وفي نفسيتك انت كمان، وتحس ان انت فصلت وخرجت من مود الشغل. النقطة رقم 5 معانا، وهي جرب يا دكتورة أو حتى جرب يا دكتور تعمل أكلة جديدة. الموضوع يعني مش محتاج دكتور أو دكتورة. في دكاترة شباب طبعا غاويين يعملوا حاجة بإيديهم في المطبخ، وده طبعا اللي بيضايق زوجاتهم أو أمهاتهم. بس يعني الحاجة الأكلة الجديدة أو تجربة إنك تعمل حاجة جديدة مختلفة عن المكرونة بشاميل والرز والبسلة بيفرق معاكوا جدا. حاجه من ايدك، يعني مش لازم كل حاجه دليفري من بره او حاجه تروح تاكلها في المطعم. لو انتوا خلاص يعني جو مثلا برد او شتاء او مطر او مش عارفين تتحركوا من البيت لسبب ما، جو حر جدا، ممكن تجربوا النهارده تفكروا في اكله جديده. شوفوا اي مكونات في البيت او هاتوا اي مكونات من بره ودوروا على اكله جديده ما عملتوهاش قبل كده. حاجه من مطابخ مثلا المطبخ الايطالي، المطبخ الفرنسي، المطبخ التركي، المطبخ اللبناني، السوري. المهم دوروا على حاجه مختلفه، ممكن تكون بره خطتكم في الاكل خالص او بره نظام اكلكم، وجربوا وبوظ يا سيدي واغلط، او بوظي او ما تسمعش كلامي. طبعا لازم تسمع كلامي مادام او بوظي انت مش مشكله خلاص، هو مش هيزعل. اعملوا حاجه مختلفه، بس انتوا ممكن عملتوا تجربه جديده ولذيذه ومختلفه معاكم حتى لو ما نجحتش. بس تجربه انك تعمل اكل جديده، حاجه من ايديك ديت، حاجه هتفرق معاكم جدا. النقطة رقم 6 معانا اللي ممكن تخرج بيها من الدوامة، وهي إنك تتعلم لغة جديدة. اللغات دلوقتي متاحة لجيلنا والأجيال الجديدة على اليوتيوب وعلى منصات مجانية بطريقة بسيطة وسهلة جدا، أنت تقدر توصل لها بكل سهولة. يعني مفيش حجة إن أنت معكش فلوس، أو أنا أصرف ليه على لغة أنا مش محتاجها، أو إن أروح مكان بعيد عني أركب مواصلات أو أبهدل نفسي علشان أروح أقعد في كورس لغة وأنا مش مستفيد منه حاجة. فبالتالي موضوع الاكسسبيليتي انك توصل للغه على منصات زي اليوتيوب موضوع بسيط ومجاني ومتاح. وهسيب لحضراتكم برضو في المقال في وصف الفيديو منصات تقدر تتعلموا من عليها لغات كتير. لكن هنتكلم في نقطه معينه، تعلم لغه جديده مختلفه عن اللغه الام بتاعتك بيحميك من مرض زي الزهايمر، واللي معروف عند كتير من الشباب بسبب متابعه السوشيال ميديا وانخراط في التليفون بصفه كبيره، ومواقع السوشيال ميديا اللي بتخليهم ينخرطوا في التليفون وينسوا نفسهم، اليوم يعدي واعصابهم تبوظ ويقولوا وانا كنت بعمل ايه النهارده. لما تتعلم لغه جديده هي بتجدد الخلايا العصبيه بتاعتك وبتخليك قادر ان انت تنطق كويس، وتخلي قدرتك على الكلام افضل. كمان من فوائد تعلم اللغه انك بتخليك تقدر لو عندك اولاد تساعدهم في المذاكره بتاعتهم. كمان بتخليك لو مثلا بتتفرج على فيلم اجنبي ولا حاجه وبتبقى مبسوط جدا في الويك اند مثلا بتاعك ان انت بتسمع بتتفرج على الفيلم وما بتبصش على السب تايتل تحت او الترجمه، وقادر تفهم الكلام. كمان بتخليك تساعدك انك تتعلم ثقافات من اهل اللغه دول. يعني مثلا لو بتتعلم صيني تعرف ثقافه الصين، لو بتتعلم فرنساوي تعرف ثقافات باريس او ناس باريس او فرنسا او الناس اللي بتتكلم بالفرنش. يا سيدي اكتب على جوجل فوائد تعلم لغه جديده، تلاقي فوائد كتير أوي. النقطة رقم 7 معانا، وهي اعمل مدونة خاصة بيك. الموضوع مش مكلف، مش محتاج أي تكلفة خالص. اعمل مدونة على بلوجر أو منصة التدوين التابعة لجوجل، بيبقى ليك نطاق خاص بيك مجاني تماما. النطاق ده اللي هو زي www.idariasnan.blogspot.com، أنا عامله على فكرة على بلوجر، يعني ما بدفعش أي اشتراكات خالص. بتكتب بمنتهى الحرية، اكتب المقالات اللي أنت عايزها بالعدد اللي أنت عايزه. لو يعني هتتعلم هتكتب بس على الكيبورد، مجرد عندك لابتوب او عندك كمبيوتر يا سيدي، حتى ممكن تكتب على الموبايل، بس المهم تكتب. هتلاقي عندك افكار كتير. لو انت من الناس اللي عنده افكار كتير وعايز تكتب مش عارف تكتب في ايه، عايز حاجه تكتبها وحتى تعملها شير لاصحابك او اسرتك او اهلك او اصدقائك، وتقول لهم ايه رايكم في الكتابات اللي انا كاتبها ديت، فمدونه بلوجر هتبقى حاجه كويسه ليك جدا. وتنشر اللينك المقال اللي انت كتبته ده على صفحات التواصل بتاعتك على فيسبوك، على اي صفحه تواصل، لينكدين، على انستجرام. المهم ان انت تكتب بس، اعمل تدوينه مدونه ليك خاصه بك انت.
في المجال اللي انت حابه. زي ما انا كاتب، زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه كده، انا كاتب ديت كانت مقاله كاتبها على المدونه بتاعتي او على الموقع بتاعي في على اداري اسنان دوت بلوك سبوت. تكتب اللي انت عايزه باريحيه وتحس انك عندك موقع او مدونه باسمك ومجانيه. وميزتها ان هي ما بتنتهيش، ما فيش اكسباير ديت ليها يعني، لانك كده كده ما فيش اشتراك سنوي ولا شهري ولا اي حاجه خالص، فمفتوحه طول الوقت. ودي خدمه مقدمه من جوجل مجانيه. نقطة رقم 8 معانا وهي اتعلم كورسات سوفت سكيلز. سوفت سكيلز او بيسموها المهارات الناعمة، واللي عكسها بالظبط هي الهارد سكيلز. الهارد سكيلز اللي هي المهارات الصعبة او الشديدة، دي هي البالك بتاع شغلك كله. يعني زي مثلا انا لما القناة دي موجهة لاطباء الاسنان، فانت عشان تتعلم مثلا اندونتكس او امبلانت تضطر تاخد كورسات تتعلم، دي بيسموها هارد سكيلز. دي مهارات بتطورك وبتطور من مستواك في الشغل، وبتبقى علشان تطور بيها في كاريرك الوظيفي او كاريرك المهني يعني بصفه عامه. في عندي مثلا مهارات انا محتاجها، انا غشيم في شغلي، بعمل مشاكل كتير مع زمايلي، بروح اخش المدير كده خبط لازق اقول له كلام وحش، ما بعرفش اتعامل، ما بعرفش اوصل لنقطه كويسه مع المريض. يعني هنتكلم برضو بعد كده، ممكن ابقى اشرحها في فيديو عن مهاره مهمه جدا اسمها مهاره التفاوض. ان ازاي يبقى المريض قاعد قدامي وانا بقنعه بخدمه معينه، تركيبه او حشو معين، وانا مش قادر اقنعه وهو مقتنع ان هو كده. ففي مهاره مهمه جدا اسمها مهاره التفاوض او النيجوشيشن سكيلز. النيجوشيشن سكيلز وديت من المهارات الناعمه او السوفت سكيلز. مهاره محدش علمها لنا في كليه. المهارات الناعمه ديت هي ما اتعلمناش في كليه ولا في اي كورس من الكورسات اللي بناخدها اللي بتطورنا في شغلنا، فهي من الحاجات المهمه جدا. وبرضه هسيب لحضراتكم في لينك المقال اللي في وصف الفيديو روابط لكورسات عن السوفت سكيلز، زي عندنا مثلا مهارات التواصل كوميونيكيشن سكيلز، نيجوشيشن سكيلز اللي هي التفاوض، مهارات القياده. حتى لو انت مش مدير محتاجها برضه، انك ما هو انت بره في عيادتك مدير مكان، فانت محتاج مهارات القياده. في مهارات برضو زي الالقاء والخطابه. ممكن انت مثلا في مستشفى ماسك فريق جوده او ماسك فريق مكافحه العدوى او فريق السلامه والصحه المهنيه، فانت محتاج تدربهم، محتاج تقول لهم تعليمات للشغل معينه، وتجمع عدد معين من التمريض او الدكاتره او ايا كان الفئه اللي انت بتخاطبها. فانت محتاج تقف قدامهم بثقه وتتكلم وتلقي. فانت محتاج تتعلم مهارات الالقاء والخطابه. ما تقلقوش، برضو هسيب لحضراتكم لينك عن كورسات ومجانيه كلها على منصات مجانيه ممتازه جدا زي ادراك وغيره، انكم تتعلموا مهارات السوفت سكيلز ديت. مهمه جدا على فكره، بتطورك وبتفرق بينك وبين زميلك وصاحبك او صديقك اللي في نفس المجال او في نفس المكان. مهارات السوفت سكيلز هتفرق معاك جدا في حياتك وفي تطورك وليك في نفسك، انت تديك ثقه في نفسك في التعامل. حتى سيدي انت مش فارق معاك زمايلك ومش عايز تقول انا ما ببصش لحد ماليش دعوه بحد، انا كده وشايف نفسي ناجح. صدقني السوفت سكيلز ديت تديك ثقه في نفسك اكتر في الشغل، تديك تمكن او ماستري في الشغل الهارد سكيلز اللي انت بتعمله. فالسوفت سكيلز اتعلموا سوفت سكيلز. نقطة رقم 9 معانا واللي مهمة برضو، 10 نقط إن شاء الله هيكونوا مهمين ويفرقوا معاكم، وهنقول لحضراتكم نصيحة في آخر الفيديو. النقطة رقم 9 معانا وهي اتعلم مهارة يدوية تكون سهلة. مهارة يدوية زي إيه يعني؟ يعني مثلا عندك شوية أعطال سباكة مستني فيهم الصنايعي أو فني الصيانة ده بقالك أسبوع، ويقول لك أصل مشغول يا دكتور، أصل دلوقتي معلش. اتعلم. ليه توقف نفسك على حاجة حنفية مثلا في المطبخ بتسرب أو دش بايظ أو كلام من ده، توقف نفسك على وقت الصنايعي بتخليك مستني لغاية ما يجي. عندك مثلا لمبة بايظة، الموضوع بسيط انك مجرد هتركبها. عندك حاجة مثلا وصلة دش او حاجة معينة هتتوصل كده بس بسيطة يعني. فمش كل حاجة تعتمد على الصنايعي. ما تقولش ان انا اصل انا بوفر وقتي وبخلي الناس تيجي تعمل، هو ادي العيش لخبازه ماشي، مش بقول لك اعمل شغله كله او شغل كبير. حاجات بسيطة خالص المفروض اصلا معمول بره. ده حتى الاجانب نعرف ان هم بيدهنوا الحيطان، ورولات بيجيبوا رولة ويدهنوا الحيطة عندهم بايديهم. الموضوع يعني مش محتاج دراسة اكاديميه مثلا يعني. حاجه بسيطه سيمبل كده خالص. هتجيب العده بتاعتك، سيب لكم صوره كده في مقال في وصف الفيديو او في اي مكان عن حاجات بسيطه خالص انا جايبها عندي في البيت وبعمل بيها حاجات سهله وبسيطه. مش بعقد نفسي، مش بجيب حاجات تقيله، مش بشتغل شغلي مثلا محتاج شغل فاعل يعني. لكن هي حاجات بتفرق معايا وفعلا بتحس بتحسن في نفسيتك. انت راجل يعني ايه،
بتصلح اهوت حاجات في بيتك، يعني ليك بصمه. بس خلي بالكم ما تقولوش الكلام ده للمدام، مش المدام دكتور محمد يسري قال لي كذا، عشان لو بوظت حاجه انا مش مسؤول، ماشي؟ يعني ايه، دي ديسكليمر اهيت. يعني انت مجرد بس انك بتكتب على اليوتيوب الحاجه، مثلا تصليح حنفيه المطبخ مثلا يعني اي حاجه بقى اكتبها في السيرش بتاع اليوتيوب ده، هتلاقي فيديوهات كتير، الاف الفيديوهات. افتح فيديو اعرف الموضوع بسيط، هتجيب العده المعينه وتشتغل بيها وخلاص، في دقيقه هتلاقي الموضوع خلص، وتلاقي نفسك بعد كده بقى ايه، الموضوع سهل. يعني اول مره بس كده بتبقى محتاس، بعد كده الموضوع سهل. بس 10 دقايق يوم الجمعه مش هتاخد منك حاجه. نقطة رقم 10 والأخيرة معانا هي الجورنالينج. الجورنالينج أو كتابة اليوميات، جاية من اسمها كده، اليوميات يعني يومي، يعني حاجة بتكتبها يوميا. كان زمان كنا بنشوف في المسلسلات والأفلام القديمة، المسلسلات القديمة بالذات، يقول لك مذكرات. دي بتختلف، المذكرات ديت يقول لك كان دايما حاطين في معتقدنا كده ان حد بيخش يقفل على نفسه المكتب، يقعد يوم كاتب مذكراته كلها. وما كنت تتخيل ايه المذكرات دي؟ يعني المذكرات دي عارفين ان كنا واحنا في الدروس واحنا صغيرين بناخد مذكرات عشان نذاكر منها. ويقول لك هو كتب مذكراته لغايه ما يموتوا ما يقروها بقى كلام مش منطقي طبعا. ما فيش حد بيخش يقفل نفسه كام ساعه يكتب كل اللي في دماغه في ورق. ده اللي بيكتب كتاب حتى بيقعد شهور فيه كمان، وكل يوم حاجه جزئيه بسيطه. فبالتالي اليوميات من يوميا، جورنالينج، بتعمل زي ايه، حاجات تفتكرها، حاجات جميله حصلت لك في اليوم، مش لازم تكون جميل حتى لو افكار سيئه، بس انت اتعلمت منها حاجه بتكتبها في يومياتك دي. هتقول انا ما عنديش حاجه حلوه، ما عنديش حاجه في دماغي اكتب، ما عنديش هدف اصلا في حياتي، ما عنديش حاجه تستاهل تتكتب اساسا. يعني اقول لك بس مجرد تعمل برين دامب، انت بتفرغ اللي في دماغك، اي حاجه في دماغك حصل. قابلت مدرس كان ما قابلتوش من سنين، مثلا كان عندك مدرس بيدرس لك كنت في ابتدائي او اعدادي او ثانوي، والراجل ده اثر في حياتك، اكتب قابلت النهارده الاستاذ محمد، والراجل ده بصراحه كان مؤثر في حياتي جدا وانا صغير، وكان بيسمعني، وكان واداني هديه مثلا على نجاحي او تفوقي في وقت معين. المدرس دوت كان رخم وضربني وزعق لي وبهدلني وانا صغير، وهو كان انسان عنيف وكذا، وانا اتعلمت ان انا لازم اعامل ولادي كويس. يعني بص، كل حاجه في الحياه بدرس بنتعلم منه، او من او حاجه كويسه بنستفيد منها، عشان حتى عندك انت من جواك كده سيلف جراتيتيود او شكر، انك بتمارس الشكر لربنا سبحانه وتعالى طبعا الاول، وبيبقى في عندك ثقه في نفسك انت، تقدر تتحرك بعد كده في حياتك. كل يوم بيحصل لنا حاجات مش مختلفة. حتى لو نايم في البيت يا سيدي، اكتب النهارده انا نمت 8 ساعات كويس. مش لازم بقول لك يعني كل حاجه تكتبها، بس المهم انك تكتب. الحاجات دي بتفرق فعلا لما ترجع لها بعدين قدام، وترجع تقلب كده تقلب كده في البرنامج او تطبيق. زي ما هنزل لحضرتك، هسيب لحضرتك لينكات تطبيقات جورنالينج او يوميات في لينك المقال الفيديو. تطبيق تحط معاه صوره، اللي مثلا قعدتوا في مطعم النهارده مختلف انت وزوجتك واولادك، النهارده مثلا كانت الخطوبه بتاعتك النهارده وتصورت، والاهل والاصحاب والاصدقاء، حط صورك على التطبيق ده. وبعد كده بترجع لها بعدين بتفتكر الايام ديت، تقول يا ريتني ما عملت كده، قصدي يعني بتقول الحمد لله. اكتب يومياتك، وبعد فتره سنه او اتنين او تلاته او 10 حتى، افتح وشوف واتفرج وشوف الذكريات ديت هتعمل فيك ايه، هتفرق معاك جدا. واكتب بس على جوجل فوق الجورنالينج، وانا هسيب لحضراتكم فيديوهين لاحمد ابو زيد مشهور طبعا قناه الدروس اونلاين، وعلي محمد علي مشهور برضو قناه علي محمد علي. هتشوفوا عليها الفيديوهات، هتعرفوا فوائد الجورنالينج، وهتلاقوا على تطبيقات هم مرشحينها واساليب معينه تتعلموا بيها كتابه يوميات، وتحفظوا وتاسسوا المذكرات بتاعتكم، او حتى تعملوا حاجه زي فايلنج كده لحياتكم. التتبع ده مهم جدا. في النهايه حابب بس اوضح لحضراتكم نقطتين يعني اختم بيهم الفيديو ده. اول نقطه، مش مطلوب مننا نجمع من كل الافكار او الهابتس اللي موجوده في الفيديو دي اللي تخرجك من المود كلها العشرة مع بعض. ممكن حاجه واحده بس تبقى انت شايفها سهله وبسيطه وهتساعدك، هتفرق معاك جدا. انا اكون كده وصلت رساله، وانت تكون مبسوط جدا ان انت عملت حاجه واحده بس فعلا غيرت منك وخرجتك من الدوامه، وخلت اللي حواليك يقولوا انت بقيت احسن من الاول. وبعد كده يا سيدي ما تبقى ستايل حياتك، لما العاده دي خلاص خدت عليها مش محتاجه مجهود او قوه اراده ان انت تعملها، ممكن تطبق نقطه تانية بعدها وهكذا. النقطه التانية، وقت تصوير الفيديو ده في شهر 5، فمعظم الناس بعد امتحانات الثانويه العامه بداوا يتوجهوا يروحوا المصايف. طب المصيف ده اسبوع او 10 ايام حتى او اسبوعين يا سيدي، حاسس انت بتفصل شغل السنه كله في الاسبوعين دول. لذلك انا اتكلمت عن نقطه
مهمة جدا وعملت ستريس عليها، اللي هي نقطة الخروجة الأسبوعية. الويك إند ده اتمسك بيه جدا، مهم جدا ليك أنت لنفسيتك. زي ما قلت ارجعوا لنقطة الويك إند في الفيديو. لذلك ما يعني يا سيدي روح صيف بس مش كافي. ما تقولش انا خلاص كده، لان في ناس كتير بتعتمد على الاسبوعين دول وتقول لك هيفصلوا مودي للسنه كلها. لا طبعا، انت مجرد الموضوع بياخد لك يومين 3 4 اسبوع، كنت نفسيتك مرتاحه، بعد ما ترجع الشغل بعد كده ترجع لنفس الدوامه تاني. ما تعتمدش على فتره طويله او اسبوعين، اسبوع 2 او 10 تقول هفصل بيهم السنه كلها، وترجع تلاقي نفسك بعد اسبوع الله طب انا مصيف ما غيرش فيه حاجه. اتعامل مبدا ادومه وان قل. كل اسبوع اخرج خروجه بسيطه خالص، حاجه مش مكلفه، تمشي على الكورنيش لو حاجه قريبه منك، اخرج غير جو، شوف ناس مختلفه، صله رحم، اي حاجه مختلفه، بس بصفه اسبوعيه. ما تطولش يا سيدي، مش مشكله، ساعه حتى كفايه او اقل، بس هتفرق معاك لما تفصل دماغك. انت مش بس تريح جسمك، تفصل دماغك من الشغل وترجع تجدد نشاطك الاسبوع اللي بعده. بشكر حضراتكم على المتابعه. السلام عليكم.